مساء الخير يا نجوم. عندي تحديث خاص بالقناة حابب إن أنا أشاركه معاكم. لما تبدأ حاجة جديدة أول مرة تعملها في حياتك ما عملتهاش قبل كده، وظيفة جديدة أو تاسك جديد ما عملتش شبهه قبل كده، أو حتى حاجة بره الشغل، حاجة أول مرة تعملها في حياتك، ما بيبقاش دايما معاك المفتاح السحري تعملها صح إزاي من أول مرة. ما بتبقاش دايما عارف إيه الطريقة المثلى اللي هتؤدي لأفضل نتيجة ممكنة. الموضوع بيبقى cumulative experience أنت بتكتسبها وأنت ماشي في الموضوع. أنتوا أكيد لاحظتوا إن في اختلاف حصل في المضمون الخاص بفيديوهات دوز أند نوت دوز. الفيديوهين الأولانيين التو تيزرز والفيديو الأول يجني بارت 1 مختلفين تماما عن آخر فيديو نزلته في السلسلة اللي أنا حكيت فيه تاريخ مبدأ يجني. الفيديوهات الأولانية كانت ماشية بطريقة إن بيكون في موقف واقعي سواء مكالمة تليفونية أو حديث مع أحد الأفراد، وبعد كده بنروح للفيجوال ستوديو كسكرين كابتشر وفويس اوفر، أنا بشرح إيه الغلط اللي اتعمل ده اتعمل ليه. وكانت بتتبع مبدأ إن هي هتكون شورت فيديوز اللي هي دقيقة بالكتير قوي، بس حسيت إن الدقيقة أنا مش قادر أقول كل حاجة، حاسس إن المبدأ هياخد عدد طويل من الأسابيع فهيبان كأن أنا بدراج أو إن أنا بمط في الموضوع. فعلشان كده يعني ارتقيت إن هو ممكن تكون الطريقة التانية هي الطريقة أفضل في توصيل المعنى. فده التحديث الأول اللي أنا حبيت إن أنا أشاركه معاكم. التحديث التاني خاص بباقي السلاسل. أنا نزلت فيديو واحد خاص بسلسلة دوز أند فاميلي اللي كان بيسأل سؤال إيه هو دور الزوج في الأسرة أو في البيت لما يكون الشغل واخد كل وقته، وهل فعلا الشغل هو مسؤولية الزوج الأساسية ولا في أدوار تانية هو مطالب بيها. فهو الفيديو بيتكلم على حاجة ليها علاقة بالشغل ولكن بيناقشها من جانب مجتمعي بحت. حسيت إن يعني القناة هتكون تايهة شوية في البداية، إن أنت لما تدخل في كذا برانش مربوطين ببذرة واحدة اللي هي الشغل ولكن مفرعة كذا تفريعة، حسيت إن الأيدنتيتي بتاعت القناة ممكن تكون مشتتة في الأول في البداية، ولذلك فمؤقتا التركيز حاليا هيكون على دوز اند نوت دوز. فيديو طويل هيشرح مبدأ وبعد كده شوية شورتس بتيتريت أو ريتريت على الحاجات الأساسية في المبدأ ده بحيث إن هي تثبت شوية بشوية كده بالتوازي. هنبدأ ندخل الفيديوهات التانية. صحيح هو مفيش تحديث بالنسبة لجدول النشر، يعني هتبقى حلقة التلات وحلقة الجمعة زي ما احنا، بما ان دلوقتي الموضوع متوقف ان انا مش هبقى عارف لسه هيبقى كل مبدأ هيحتاج كام شورتس بعده، فبالتالي هيبقى الموضوع دايناميك. يعني الحلقة بتاعت مبدأ يجني مثلا هيتبعها 3 شورتس، المبدأ اللي بعده ممكن يبقى فيه 4 شورتس، المبدأ اللي بعده ممكن 2، المبدأ اللي بعده 1، ممكن يبقى مبدأ صغير مش محتاج اي شورتس بعد كده. بس كده يا معلمين، سلام عليكم.